السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة من التغطية المباشرة التي يسعدني أن أستضيف فيها الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم والكاتب السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. اليوم مشاهدينا ومستمعينا الكرام نتحدث مع ضيفنا عن المافيا. ما هي المافيا؟ وما هي العصابات؟ ما هي التنمية؟ وما هي الجريمة المعولمة؟ وكيف نربط بين التنمية وبين المافيا والجريمة المعولمة؟ أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، صناعة المافيات في الدول والحفاظ على مستوى ارتفاع هذه المافيا أو صغرها، من يتحكم فيه؟ هنالك عصابات ومافيا تتحكم في الدول، حتى أن ضيفنا يقول بأن المافيا تسيطر على أمريكا. ثورة الجياع وصناعة الجريمة. وهل المافيا اليوم من أوجهها داعش والتنظيمات التي تهب لنا باسم الإسلام، ورأيناهم ذي ذقون ملتحين ولكنهم ليسوا عربا ولا مسلمين، إنهم أوروبيين، استخبارات يدعون بأنهم يبحثون عن الإله ويبحثون عن الذات. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفي الدكتور صلاح هاشم. يعني دكتور، حقيقة يعني بعض الأسماء أو بعض المصطلحات ذكرتها، تحدثت عن قبل أن نخرج على الهواء ارتفاع الجريمة وأيضا التنمية، سنناقش كل ذلك، ولكن نريد فقط أن تشخص لنا ما هي المافيا، كيف يتم صناعة المافيا، كيف تربط بين المافيا والتنمية، وكيف تربط بين التنمية والجريمة المعولمة، وما هي الجريمة المعولمة؟ نعم، طبعا أشكرك على هذه المقدمة الرائعة والتي لخصت فيها فكرة الحلقة بشكل كبير، لكن دعني أفسر وأقرأ معك مفهوم المافيا وكيف ظهر في العالم، ثم كيف انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كيف انتقل إلى المنطقة العربية وأصبح وباء شديدا يهدد الاستقرار ويهدد الاقتصاد ويهدد التنمية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية والدول الإسلامية على وجه التحديد، وكيف كون هذه الشبكة العنكبوتية المعقدة جدا داخل الشرق الأوسط. في الحقيقة أن جماعة المافيا قبل أن تكون جماعة هي كانت بطبيعة الحال مجموعة من الشباب لم يكن أغراضهم الجريمة بشكل معين، ولكن بدأوا كجماعة صغيرة جدا تكونت إثر حدث في إحدى القرى في إيطاليا، أنه كانت في بنت بتتزوج، وفي هذا التوقيت بالتحديد قام أحد الأقوياء أو الخارجين على القانون بخطف هذه العروس. خطف العروس نعم. في ليلة زفافها، وبالتالي اعتدى عليها، فقامت فلورنسا أو إحدى القرى الصغيرة جدا بالانتقام لشرف البنت المختطفة، فتكون مجموعة من الشباب بدأوا يدافعوا عن الشرف ويحمي هذه القرية في حالة غيبة الأمن، يعني ظهروا كبديل للدولة أو بديل للأمن داخل هذه القرى بنوايا طيبة جدا. لكن بمرور الوقت نعم تفضل أكمل. كل الجماعات الإرهابية في العالم بدأت بنوايا طيبة في البداية، ربما باسم الدين تارة ونشر تطبيق الشريعة في الدول الإسلامية، أو بالدفاع عن الشرف كما في بعض الدول الأخرى زي جنوب أفريقيا، ثم بدأت أو يعني في إيطاليا تأسيس المافيا. انطلقت المافيا، هذه العبارة منبعها والأرض التي زرعت فيها هذه البذرة، بذرة المافيا تحديدا هي قرية فلورنسا في إيطاليا، وانطلقت لأهداف نبيلة للدفاع عن الشرف، للدفاع عن الشرف بشكل معين، للدفاع عن الشرف، وبعد ذلك تحولت لمعتدية. تحولت بأنه بتوقيت معين من هذه التوقيتات هذه الجماعة تكبر، لأن بدأت المجتمع يقدسها ويعطي لها سلطات معينة باعتبار أنها جماعة شعبية نظرا للدفاع عن شرف هذه القرية وتحقيق الأمن لها. بمرور الوقت فبدأوا الناس تمد هذه الفئة من الشباب بمبالغ من المال في مقابل قيامها بالحفاظ على الأمن. فترة معينة أصبح لهذه الجماعة أسلحة، ثم تحقق الأمن بشكل معين، ولكن لابد أن يكون للتنظيم وظيفة، فبدأ يستخدم هذه التنظيم كوسيلة لكسب المال وتحقيق معيشة اقتصادية معينة لأعضاء هذه الجماعة.
فبدأوا يستخدموا هذه القوة وهذه الأسلحة وهذه العناصر الشبابية في تحقيق مكاسب اقتصادية معينة، فتحولت من أغراض نبيلة لخدمة بلد معينة إلى أغراض شيطانية بشكل معين لتحقيق أهداف جماعة معينة. كلام مهم. هل تتابع الرسوم الكرتونية زورو؟ إلى حد ما طبعا. هذا المقنع الذي يحمل السيف والذي يعني فيه تتجسد كل المواصفات التي تقولها شخص فارس يمتطي حصان يدافع عن الشرف، ولكنه يرتدي زيا أسودا وينطلق لفعل الخير. هذه الرسوم المتحركة هل تساهم في التلاعب بعقول أفكارنا لتجسد لهم بأن هؤلاء أبطال وشرفاء، وبعد ذلك عندما يكبروا ويصبحوا فتية وشباب ينضموا إلى التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة تحت مسمى إنقاذ العالم أو البحث عن الحق أو الذات؟ نعم كما حضرتك تفضلت طبعا، بس مش عايز اقول كل الرسومات الكرتونيه تؤدي الى ذلك، ربما هي تعزز وتعمق من مفاهيم وقيم انسانيه عميقه جدا، لكن هي فكره انه الذي ينضم الى هذه العصابات في البدايه ينضم لاهداف نبيله، وخاصه اذا نظرت الى الواقع العربي بشكل معين. نعم. لكن انا حبيت اصلا لهذا المفهوم كما حدث في اوروبا، وزي تحول الى عصابه من جماعه فعل الخير والدفاع عن الشرف وتحقيق الامن الى عصابات معينه بدات تحقق مصالح اقتصاديه بشكل كبير. وهنا اريد ان أربط لي المشاهد بأن هناك علاقة كبيرة جدا بين الاقتصاد وما بين صناعة المافيا. إلى هذا الحد كبرت هذه الجماعات، ونظر عليها الفيلم اللي هو أبو عين واحدة اللي بدأ الفيلم الإيطالي المشهور، والذي انتقلت هذه الجماعة بشكل معين، كبرت في إيطاليا وسيطرت على إيطاليا بشكل كبير، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في القرن ال19. وفي هذا الانتقال وروسيا كذلك دخلت طبعا في الكونغرس ودخلت في البيت الأبيض وتعمقت حتى وصلت تسيطر إلى السياسة الدولية بشكل كبير، وبدأت أنها تكون أداة لحماية رأس المال الأجنبي من خلال الشركات متعددة الجنسيات التي أصبح لها فروعا في كافة الدول. إنه الشركات متعددة الجنسيات مع الدول الاقتصادية الكبرى التي تريد أن تهيمن على العالم لابد أن يكون لديها طريقين، طريق مشروع وطريق غير مشروع، سلطة معلنة وسلطة غير معلنة. نعم. لكن السلطات غير المعلنة هي الأقوى، هي التي نريد أن نتحدث نعم. عنها، السلطات الغير معلنة. نعم. نعم. أو القوى غير معلنة إذا أردنا القوى غير المعلنة، لأن ربما تكون القوى غير المعلنة أكبر بكثير وأقوى بكثير من القوى المعلنة، باعتبار أن هذه القوى متاح لها ومخول لها استخدام كل الأساليب غير الشرعية في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية سواء للدول التي تنتمي إليها هذه العصابات. كلام مهم. كباحث وككاتب، القوى غير المعلنة في ليبيا من هي؟ القوى المعلنة غير في ليبيا أولا هي الغير المعلنة طبعا هي الجماعات، طبعا القوى مجلس النواب هي القوى الشرعية المعترف بها عالميا التي تدافع. لكن القوى غير المعلنة هي تلك الجماعات التي تم توظيفها لزعزعة الأمن الليبي والقضاء على معدلات التنمية وتجويع الشعب الليبي والقضاء على مقدراته الحضارية. ده بينتمي إلى الجماعات والمتطرفة والعصابات، وربما تكون إلى الجماعات التي لم ترضخ للاعتراف الشعبي ولم تسلك الطريق الشرعي في الوصول إلى السلطة، والتي اتخذت موقفا معارضا وهي تعلم جيدا. يعني ربما تعتبر معلنة، جهات معلنة هي معروفة. لا ما هي معلنه فجر ليبيا. انا لسه انا هقول ان هذه الجماعات لم ترضخ الى القرارات الدوليه ولم تفكر الى حد ما في مصلحه هذا البلد، بل خبأت في عباءتها عصابات اجراميه كثيره جدا. بس فجر ليبيا في حد ذاتها تحمل الاثنين، قوة تمثل انها قوة معارضة والمعارضة مطلوبة داخل الشارع، ولكن ليس الخطورة في فجر ليبيا كقوة يعني تجلس على مائدة المفاوضات كقوة فكرية وثقافية وقوة معارضة داخل الشارع الليبي. لكن الأخطر هي تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تدخل في عباءة فجر ليبيا وتمارس عمليات إرهابية تهدد الاستقرار وتهدد الأمن وتطيل الفترة الانتقالية وهي فترة الفوضى، انتقال ليبيا من حالة الفوضى إلى حالة الاستخبار بشكل كبير. طب كيف تستفيد المافيا العالمية؟ يعني لنقل، هل يمكن أن نفترض دكتور أن المافيا العالمية التي تتحدث عنها والتي شرحت باختصار يعني شيئا عنها مساهمة في صناعة فجر ليبيا وداعش؟
هي تساهم بطريق غير مباشر، لأن هناك هي فكرة انه صناعة الارهاب دي صناعة. اولا هو مش مجرد انه حد لديه قناعات، انت بتلاقي واحد بيفجر نفسه، سواء هتلاقيه في الفترات الاخيرة في تونس او سعود بيفجر نفسه. طب ما هي الدوافع التي دفعته بشكل كبير الى تفجير نفسه، هو لديه قناعات معينة بيتم تدريبه عليها فترات زمنية طويلة. سؤال دكتور، حقيقة كلامك مهم، كلامك واضح ومعقد وفيه نقاط كثيرة نريد أن نستوقف عندها، يعني نمر عنها ولا نتجاهلها ولكن ننساها لوجود فكرة أهم. كيف تتمكن المافيا من إقناع شاب بتفجير نفسه؟ كيف يصلون إلى هذا المستوى لدرجة أن يقنعوك بأن تقتل نفسك؟ عندنا 3 عوامل أساسية. عامل فكري بالدرجة الأولى، هو زراعة الفكر وصناعة الفكر في غيبة الدولة عن تجديد الخطاب الديني بشكل معين، أنه زرع أن ما يفعله الآن هو نوع من الجهاد وربما يجازى عليه بشكل معين، وأن الموت ربما يكون إليه أحب من الحياة، وأنه يدافع عن فضيلة وقيمة إنسانية وقيمة دينية كبيرة جدا. وده يحدث أوكي، هو يفجر نفسه ويريد أن يطبق الشريعة، وهو يعتقد بشكل كبير جدا أن الدولة مجرمة وكافرة في تصوره، ما يريد أن يكفروا في ذهنيته أن الدولة كنظام، وبالتالي عندما يفجر نفسه في وجه الدولة فهو يعني عندما يقول مرة، يعني في أحد الدراسات عملت استفتاء بسيط جدا وقلت لأحد المتشددين: إذا كان لديك رصاصة إلى من تطلق الرصاص؟ عندك شارون أو نتنياهو، وعندك قيادة في الجيش المصري ولكن عبد الفتاح السيسي قبل أن يأتي رئيسا للجمهورية، إلى من توجه الرصاص؟ فقال: إذا لدي رصاصة واحدة سوف أضرب بها السيسي، وإذا كان لدي 10 فسوف أضرب 9 للسيسي و1 لشارون. فقلت له: لماذا؟ قال: لأن ليس عدو شارون ما عمليش حاجة، أنا إسرائيلي ما عمليش حاجة، هي الفكرة اللي عمل لي هو ده، وبالتالي أنا عشان أوصل لشارون لازم أتخلص من ده. فهم بيغيروا لديهم الحقائق بشكل معين. اسمح لنا أن نتوقف عند هذه النقطة. طبعا مشاهدينا الكرام، هي 3 نقاط تقود نحو الموت، منها الفكر ونحن نناقشها، وكيف نقطتان سنستعرضهما. ولكن المقاوم مشاهدينا الكرام، المقاتل المجاهد، الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يضعون يدهم على كتاب الله ويقسمون قسما يعاهدون فيه الله ثم أنفسهم أنهم لن يطلقوا رصاصة على عربي حتى لو كان عميلا، لأنهم يحيلون هذا الأمر للجهات المختصة كالقضاء والشرطة. هذا المقاوم المناضل المجاهد الحق في سبيل الله. أما المغرر به الأحمق الغبي الذي يخدم شارون والذي يخدم دولة إسرائيل والصهيونية العالمية، يقول لك: لو كانت لدي رصاصة واحدة أقتل بها رئيس مصر ولا أقتل بها رئيس إسرائيل. إنهم أبناء أرييل شارون. كل يوم هنالك إشارة ودلالة على هوية هؤلاء. النقطة الأولى هي الفكر. عايز أكمل يا أستاذ خالد. كمان هو نقطتان تهويد، هو حدث بشكل كبير جدا الفترات الأخيرة بسبب الخلل في نظام التعليم وتجديد الخطاب الديني، هو تهويد العقل العربي. تهويد العقل العربي هو تخصيم الأنظمة العربية وإحداث فجوة بين إرادة الشعوب وإرادة الأنظمة الحاكمة. هم كانوا يعني الفكر والتهويد؟ لا، التهويد ده رقم، هو التهويد ده مرتبط بالفكر، إنه أنا أهود العقل لدرجة إني أتعاطف مع إسرائيل ولا أتعاطف مع الفلسطيني. وعندما ونجحوا في ذلك، ونجحوا في ذلك عندما ترى عربي يقول لك: انتوا عايزين تطردوا اسرائيل ليه؟ هو اسرائيل ده مش ربنا خلقهم ومن واجب، والارض دي بتاعت ربنا ما يعيشوا، انتوا عايزين تمشوهم ليه؟ هي الارض دي مكتوب عليها فلسطين. شوف الفكر الاقناع، يقول لك: هو الارض دي مكتوب عليها فلسطين؟ ما الارض دي بتاعت ربنا وهم شعب ربنا خلقهم، من حقهم يعيشوا، يروحوا المانيا تمشيهم، يروحوا مصر. يعني هي فكره التهويد هنا، تهويد العقل العربي. هذه المساله. يعني هل مثلا وصلت المافيا او وصل الموساد الى اعلامي مصري يقول: أنا أرفع القبعة على إسرائيل احتراما لدولة إسرائيل؟ هل وصلت له بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر من خلال الصحافة، الإعلام؟
كيف وصلت له؟ ونريد النقطتين بعد الفكر لنتابع هذا. هو طبعا مش وصل بس، هو طبعا نظام التعليم خلال نظام الإعلام، عدم السيطرة على السماوات المفتوحة، تزوير الحقائق، انه الحكومات العربية لم تكن شفافة بالقدر الكافي مع الشعوب، وبالتالي ان هذه المواقف المختلفة والمتغيرة التي تستخدمها الحكومات مع الشعوب هي التي جعلت المواقف تكون متباينة، لانه المعلومات اللي بتدخل معلومات غير معلومات مغلوطة. نعم. يعني احنا اسرائيل يعني مش قادرين يعني نتخيل انه بيننا وبينها ثأر، ان احتلت جزء من ارض العربيه. انا اختلف مع حضرتك استاذ عندما تقول انه هي مساله دفاع عن سبيل الله. هي قضيه الله دلوقتي ما هيش موجوده في المنطقه العربيه، هي حرب سياسيه، انه في مستعمر خد ارضي، هي دي مساله بالدرجه الاولى، ويجب ان تدافع عن ابنك وتدافع عن ارضك. نعم. اين كان دينه؟ اين كان دينه؟ هي المساله مش بس مرتبطه ان ده يهودي وده غيره. هو الان كلام مهم هنا انا عايز اقول تحييد الدين عن الصراع العربي السياسي الان. هذه قضيتنا. لو لم نحيد الدين عن الصراع العربي السياسي الان، اين هم من إسرائيل؟ وإسرائيل على مرمى حجر منهم، لم يطلقوا رصاصة عندما ذبح. أنا هقول لك حاجة غريبة أوي يا أسخن. أنا كنت في أحد اللقاءات من أسبوع عن القضية اليمنية، عندما الحوثيين عندما يرفعون شعارا ويقولون نحن أنصار الله، وكان في مناظره، وبعدين يقول له انت انصار الله، هي القضيه قضيه سياسيه بينك، ما دول برضه مسلمين اللي موجودين معاك، ولا هي قضيه دينيه؟ يقول لك قضيه سياسيه. طب لماذا ترفع شعارا يتخذ الحوثيون في اليمن شعارا نحن انصار الله؟ وبالتالي اذا قالوا انهم انصار الله، معنى ذلك ان بقيه الشعب اليمني هم ليسوا انصار الله، وبالتالي من وجهه نظرهم انهم كفروا. الفكر نقطه ونقطتان. النقطه الثانيه انا عايز اتكلم عن الاقتصاد والفقر. الاقتصاد وبالدرجه الثانيه اجرام السلطه العموميه اللي احنا بنسموه انه استبداد الانظمه الحاكمه. سنعود ونتابع هذه النقاط. الفكر، نتابع كيف يؤثر الاقتصاد على وجود عصابات ومافيات. اجرام السلطات العمومية سواء سنستعرضها، ما المقصود بهذه السلطات وكيف تجرم السلطات وكيف يتحول إجرام السلطات على شباب إلى عملية للبحث عن الانتقام في إطار إرضاء الذات. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عندما نقول داعش فإننا نتحدث عن عصابة اسمها المافيا. مفهوم دول انطلق من إيطاليا، من قرية فلورنسا بحثا عن الشرف. انطلقوا بنوايا سليمة، وبعد ذلك بعد أن حققوا النية السليمة وهي استرداد الشرف أو الانتقام أو الثأر للشرف، أصبحوا لصوص ومافيا يأخذون المال مقابل تحقيق الأمن والاستقرار، بمعنى آخر بلطجية أو شبيحة كما يفهمهم الناس في أوطاننا العربية. دعونا نتابع هذا التقرير ونشكر الزميل علي الحوفي على إعداده. هذا تقرير مشاهدينا الكرام يرصد لنا جانب من محاولة سيطرة الإرهاب على عقول الناس، وهي النقطة الأولى التي تحدث عنها الدكتور باتجاه الموت. نتابع ومن ثم نعود. الجماعات المتطرفة والإرهابية تستغل حالة الجهل والفقر والاقتصاد لتضم الكثير من الشباب في مقتبل العمر إلى صفوفهم واستغلالهم في العمليات التفجيرية ضد البلاد. فالجماعات المتطرفة تستغل شكل التدين السائد والمتنامي والبيئة الأساسية لنمو الجماعات الدينية وانتشارها، ولا يمكن فهم الجماعات من غير فهم الظاهرة الدينية. وفي السياق نفسه لا يمكن الحديث عن الإصلاح إلا في ظل بيئة اجتماعية تحتضن الإصلاح كما احتضنت الظاهرة الدينية الجماعات. وكما أن مواجهة التطرف تقوم على تفكيك البيئة الراعية، فالإصلاح يقوم على فهم بيئة متلائمة واستهدافها. والخبراء في علم الاجتماع أجمعوا على أن أسباب التطرف 8 أسباب، شملت التعليم والتنشئة الاجتماعية القائمة على ثقافة الاستعلاء ورفض الآخر والتسفيه منه، وتراجع التفكير النقدي وانتقاء ثقافة المشاركة، بالإضافة إلى الخطابات الدينية المتعصبة المستندة إلى تأويلات وتفسيرات خاطئة، مفارقة لصحيح الإسلام وروح الأديان كلها دون الحفاظ على القيم الروحية المعتمدة على المحبة والرحمة والتسامح ونبذ التعصب والكراهية.
فالجماعات المتطرفة كثيرة وينجحون في استقطاب الشباب. فمثلا تنظيم داعش الإرهابي نجح بالفعل في اختراق العديد من عقول الشباب في ليبيا ومصر وسوريا والعراق وعددا من الدول الأجنبية خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال المشاكل الاقتصادية والحروب. وتستغل التنظيمات المتطرفة النزاعات الدينية والظلم الواقع في بعض البلدان العربية في تعبئة النفوس ضد الحكومات ووعدهم بالحياة في التنظيم بالعدل والمساواة وحياة الرغد والحور العين من خلال النهضة الإعلامية والأفكار التي يتم تدريسها لهم حتى يقع الشباب في شباك التنظيم ولا يستطيع الخروج بعد ذلك. فمتى ينظر العالم العربي إلى الشباب والنشأة والتربية الصحيحة لإنقاذ الشباب؟ وكيف يتم الإصلاح الاجتماعي والتعليمي لعقول الشباب ومحاولة إنقاذهم قبل الوقوع في التطرف؟ شكرا لزميلة ندى الزوي. تابعنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام. رأيتم كيف أن هذه العصابات لا تجعل أطفالنا يحملون قلما أو ريشة رسم، لا تجعلهم يحملون فأسا ليزرعوا به أرضهم، إنهم يحملون السلاح الذي تروج له وتبيعه وتشتريه المافيا في كل العالم، في دلالة على أن ما أصابنا هو سرطان المافيا باسم داعش وفجر ليبيا والشروق. دكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط والكاتب السياسي، من جديد أرحب بك. تابعت هذا التقرير. يعني أحيانا ربما الفتى يبحث عن معاني الرجولة، فكيف تقنعهم داعش كما رأينا في التقرير أن معاني الرجولة معهم لدرجة أنها تسيطر عليهم، تدربهم، تقودهم نحو الموت ويقبلون أن يسلكوا طريق الهلاك؟ هو أولا طبعا أنا أحيي الأستاذ علي على التقرير رائع ويثير قضية عالمية. أعتقد أنها هذه القضية كفيلة أن تكون دولة زي أمريكا تحدث حربا في ليبيا بسبب فيديو، لأنه أطفال الحرب دي قضية محرمة دوليا. أطفال الحرب نعم. يستخدمونهم في الحرب، دي قضية طبعا المواثيق الدولية كلها تجرمها بشكل كبير وتسمح لتدخل دولة في دولة أخرى بسبب هذه الظاهرة. هذا التقرير خطير نعم. جدا. بينما اليهود الكفار يأخذون أبنائهم وأطفالهم إلى المنتزهات. أنا عايز بس أقول إن هم الداعشي هنا لم يتوصل إلى الأطفال بشكل مباشر، ولكنه هو الطفل الإرهابي هو وليد أسرة إرهابية بشكل معين. وكما قالت المعلقة على التقرير أنه التنشئة الاجتماعية تلعب دور كبير جدا. في مصر مثلا عندما تجد الإخواني هو في أسرة إخوانية بشكل معين، السلفي هو في أسرة سلفية، الإرهابي في أسرة إرهابية، هؤلاء الأطفال. نماذج أخرى، هنالك نماذج أخرى وهو في البيت نفسه من ترى شقيقان، آخر ضابط شرطة والآخر إرهابي مجرم مطلوب بموجب القانون. ده برضه بيلعب دور التنشئة الاجتماعية بشكل. أنا بس مش عايز أخرج بعيد، لكن هو سلوكيا إنه ده موجود، لأنه ربما يكون إنه معاملة الأسرة في تمييز في المعاملة بين ولدين وهم الاثنين أبنائها، ده متفوق دراسيا، أو إنه الأب والأم أكثر ميلا لشخص يقود، لأنه هو بيحمل غلا ويحمل حقدا كبيرا جدا إلى أخيه الآخر، فيتحول بمرور الوقت إلى إرهابي. بس أنا كمان عايز أفرق كمان ما بين الإرهابي وبين العنيف. واضح جدا إنه في لبس واضح جدا. انا ممكن اكون عنيف بس مش ارهابي. الارهابي صناعه، مثل صناعه الاعلام، مثل صناعه الحديد، صناعه هي صناعه بشكل معين ولديها تنظيم ومهنه تدر دخلا اقتصاديا كبيرا. الارهاب مهنه طبعا مهنه. هم اعضاء العصابات الارهابيه هم عناصر بيتقاضوا اجرا في مقابل عمل. طب من هم اعضاء المافيا يعني طالما انها مهنه؟ هل يمكن ان يكونوا اناس مسؤولين في الدوله، في الدوله العميقه تحديدا؟ اعضاء فقط وناس تبنوا فكر معين، وبالتالي انه حاربوا من اجل فكر، ثم وجدوا بذلك ان هذا الطريق الفكر ربما يجلب لهم مزيد من المكاسب الاقتصاديه، فزادت قناعتهم به. طب كيف ما يحدث في ليبيا يجلب مكاسب اقتصاديه للمافيا في ظل مثلا توقف تصدير النفط؟ يعني المافيا متضرره لنفترض يعني. ده بشكل كبير. انت عندك في ليبيا الوضع مختلف بشكل واضح. اول حاجه الجانب الفكري، لانه نسبه الاميه اولا في ليبيا ضعيفه جدا، الاميه الهجائيه، لكن الاميه الثقافيه والسياسيه متفشيه بشكل
كبير جدا في المجتمع الليبي، وبالتالي ما نسميه نعرات و يعني بوقيدة كان نصح يعني القذافي سابقا وقال له علم الشعب، فقال له أعلموا الشعب الجاهل أكثر طوعة للنظام، أقدر أطيعه أكثر من الشعب المتعلم. فقال له الشعب المتعلم إذا غضب عليك أقالك، ولكن الشعب الجاهل إذا غضب عليك قتلك. وهنا الفرق وهنا الفرق كبير. فكانت هناك سياسة النظام السابق، سياسة القذافي، هو تجهيل الشعب الليبي، تجهيل من خلال نشر ما يسمى بالأمية الثقافية والأمية السياسية. هو قضى على الأمية الهجائية. نعم. أنت عندك الأمية الهجائية أصبحت ثقافة استخباراتية بالدرجة الأولى بشكل معين، هو سطحية الثقافة. لكن الجانب بقى الاقتصادي بشكل قبل ذلك، قبل أن نذهب إلى الجانب أنا عايز أكمل بس الفكرة إنها مرتبطة. نعم، ولكن فقط نريد أن يعني كيف لو كنت في مكان، لو كنت مستشارا للقذافي، كيف كنت ستنفذ هذا المشروع تعليم الشعب في مدة في أنا عايز أنفذ، بس في عنصرين مهمين جدا لازم أقولهم. هو الفكرة إنه الشعب، إنه الجانب زي ما قلت الأمية الثقافية والأمية السياسية كانت رقم واحد. ارتفاع معدلات البطالة، كان هناك فكرة تجويع متعمد للمواطن الليبي رغم ارتفاع انه متوسط دخل ثورة الجياع تصنع الجريمة. ما الدولة النفطية كبيرة جدا. هو هنا النظام مستبد، وبالتالي جوع هذا الشعب رغم انه موارده ان دولة نفطية وكبيرة جدا، وبالتالي انه مش قادر ياخد مستحقاته، وما ذلك انه بيعيش عيشة على القد. لما قامت الثورة بشكل كبير قدرت تستغل فجر ليبيا الفئات، ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا بعد والأمية السياسية أيضا، والأمية السياسية، بس ارتفاع كمان معدلات البطالة وصلت 50% من الشباب. فأصبح أنت بتتكلم أعلى معدلات بطالة في العالم، في منطقة شمال أفريقيا موجودة في ليبيا، رغم إن ليبيا فيها 16 أكثر من 160 ألف وافد من دولة واحدة. من دولة واحدة. إنه النظام الليبي بيبني 16 قرية في دار فورو بيطورها، بيعمل مطار في جربة في تونس، بيطور شوارع عن الاستثمارات ب 16 مليار في مصر، ومع ذلك لم يفعل ذلك في ليبيا. طيب هذا الاحتقان السياسي لدفع معينة. دكتور صلاح، يعني أنت تقول بأن الفقر، البطالة، التخلف، الرجعية، الجوع قاد الشباب نحو الإرهاب. طب أولئك المرفهين في أوروبا والتي أصبحت أعدادهم الآن بالآلاف، ونراهم يلتحون ويبتسمون ويذبحون ويحملون الرؤوس ويقطعون الأرجل، جاءوا من بلدان مرتاحة اقتصاديا، وجاءوا من أوضاع اجتماعية جيدة جدا. لا أولا هو فكرة، لا هو ما حدث أولا معظم الذين تم تدريبهم في بريطانيا كانوا من تدريبهم في بريطانيا تم تدريبهم في بريطانيا. يعني بريطانيا مساهمة، بريطانيا بالتحديد له الخفي فيما يحدث في المنطقة العربية. بريطانيا بالتعاون ما بين إسرائيل، بريطانيا لها دور. إسرائيل، بريطانيا، قطر هما العناصر الأساسية فيما يحدث في المنطقة العربية. ربما تلعب دور أمريكا، ولكن دور ليس دورا أساسيا كما حدث في بريطانيا، لأنه إسرائيل الآن تبحث عن بديلة لها بعد أمريكا، لأن العلاقات بدأت تسوء مؤخرا. ومن تكون إسرائيل بعد ذلك؟ إسرائيل ربما تكون بريطانيا، لأنه ماذا لو وصل الإرهاب، يعني ماذا لو عاد الإرهاب إلى عشه، إلى حاضنته؟ ماذا لو عاد الإرهاب إلى أوروبا، إلى بريطانيا وتركيا؟ وهذا رشحه هي تجيد صناعة الإرهاب، ولكن لا تستخدمه. كثير من تجار المخدرات يبيعون المخدرات ولا يستخدموها. أحد أهم ضباط المخابرات في المخابرات المصرية يقول بأن الإرهابيين الداعشيين تزوجوا في تركيا، وتركيا مهدهم وعش دبابيرهم، ويبدو أن هذا الحال هو النموذج مشابه لبريطانيا. عندما تنتهي مهامهم سيعودون إلى هذه البلاد، الدبابير ستعود إلى هناك لتدمر هذه الدبابير. هذا يقول بأنه سيحدث بعد 10-15 عام. لا أختلف معه تماما. هؤلاء العصابات ليس لهم وطن، وبالتالي بينتقلوا من دولة إلى دولة أخرى، وهناك مخططات تمتد إلى 50 سنة و100 سنة بتنفذها هذه الدول الكبرى لإحكام السيطرة على دول أو مافيا. نريد أن هي دول مافيا تابعة لدول. كيف يعني كيف بريطانيا الدولة التي
تعالج تبحث عن الديمقراطية وتسعى لأن تحصل الشعوب على الحرية. بريطانيا التي حاربت الدكتاتورية المتمثلة في صدام حسين وفق أكذوبات وخدعة كبيرة حصلت في المنطقة. أكذوبة هي تصنع هو اللي طاح بصدام حسين كان وسيلة شاركت فيها بريطانيا للتواجد. أنت لديك الآن طب هذا ثلاثة أنت الآن بين 4 دول بيتصارع منطقة الشرق الأوسط بالتحديد. عندك إيران وهي لا تريد فقط تشييع المنطقة العربية ولكن تريد تفريس المنطقة العربية، وهي تعتقد أن الخليج هو أساسا خليج فارسي. وأكيد عرفت أنها أصدرت الخريطة بتاعت 2015. إيران، إسرائيل، إيران رقم 1، والغرض منها هي تفريس منطقة الخليج باعتبار أنه مغتصب عربيا، وأنها تحاول أن تسترد هذه المنطقة باستخدام الشعارات الدينية وتقوية الجانب الشيعي على الجانب السني. وده موجود يمكن في سوريا وموجود بشكل كبير جدا في اليمن كنموذج بشكل معين. طيب. النموذج الثاني الحضارة البريطانية، وهي التي قادت العالم بشكل كبير، وهي تريد أن تستعيد مكانتها في العالم. بريطانيا كبيرة تريد أن تنافس على القيادة الدولية والسيطرة على ما يحدث، وبالتالي ضمان لأنه العدد السكان بيزيد، معدلات البطالة بترتفع، ولابد من إيجاد مناطق أخرى لتصريف هذا العدد الكبير جدا من الجنود والإنفاق على الجيوش البريطانية. هي تريد أن تحتل في ذلك. طبعا بيتم بالتعاون من خلال إسرائيل، والوسيطة بشكل معين هي قطر. قطر يعني نقول إيران، إسرائيل، بريطانيا، قطر. لا، ليست قطر. قطر هي وسيلة للاستخدام ولكنها ليست نقطة سوداء في العالم العربي. نقطة سوداء هي تستخدم فقط، ولكنها ليس لديها أهداف استراتيجية إلا السيطرة. أمريكا أو روسيا؟ لا، أمريكا بشكل. طب روسيا والصين أين أطماعهم؟ هي الصين أعتقد بعيد، لأنها أحدثت توازنات اقتصادية معينة ولا تريد مطامع سياسية، ولكن تريد مطامع اقتصادية بشكل معين. وهي حتى دلوقتي المنتج الصيني غزا الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ يسيطر بشكل كبير، فهي لديها استراتيجيتها الاقتصادية وليس لها مطامع سياسية داخل هذه الدول. بالنسبة لتركيا، تركيا تريد استعادة الخلافة الإسلامية وتتخيل أنها سقطت بمؤامرة خطيرة، وبالتالي أنها تغذي التيار الديني باعتباره أن التيار المناهض للأنظمة الموجودة، وتلعب دور خطير جدا تركيا من خلال استعادة فكرة الخلافة العثمانية من جديد. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون القطب الأوحد في العالم بعد سقوط روسيا، ولا تريد أن يكون هناك منافس لها في إحكام العالم، فلابد أن تدخل في هذا السيناريو. هناك بعض الدول التي تستخدم لتحقيق المغارم كقطر. قطر تريد أن تمكن إيران من تحقيق مخططها في الهلال الشيعي في منطقة الخليج. هو ليس الهلال الشيعي، ولكن قطر تحقق مصالح تركيا، قطر تحقق مصالح إسرائيل. قطر تحقق مصالح المقاومة الفلسطينية. قطر تحقق مصالح الجميع. ما هذا الدور؟ هي علاقتها الأولى علاقتها بإسرائيل. أنت إذا وجدت وبحماس لا علاقتها وبالشعب الفلسطيني. قطر تقدم مساعدات بالملايين. الآن لم تعد حماس الآن كما كانت في العصر السابق، ولكنها لا زالت تحكم غزة. لا زالت موجودة، ولكنها ليست العدو الحقيقي لإسرائيل. هي فقدت الفتيل الثوري الحقيقي بالنسبة لها. أن معظم العمليات المقاومة التي قامت بها حماس في الفترة الأخيرة راح ضحيتها أبناء فلسطين وأبناء غزة بشكل معين، وكانت غير محسوبة، وبالتالي كانت هزيمة طاحنة. ولكن هنالك تطور في المقاومة الفلسطينية، هنالك خروج للعدو فيما بعد خطوط. هنالك شاول أرون جندي إسرائيلي مختطف الآن لدى المقاومة والوسيط قطر. أريد أن ألفت النظر أن علاقة قطر بحماس هي مزيد من تقوية الشرخ ما بين فتح وما بين حماس. هي تريد أن تغذي بالاقتصاد والتنمية. لكن مصلحة فلسطين في شقاق فلسطين إلى دولتين، إلى غزة وإلى فتح، ولا أن تبقى دولة واحدة. لم تعلن دولة حتى الآن. طب هنا سؤال سيدي. فككت بشكل معين غزة الطرف على مدار 40 عام. نعم. كان الفلسطينيون بكل انتماءاتهم وبكل اختلافاتهم وألوانهم وأطيافهم ومخيماتهم، لبنان، سوريا، الأردن، مصر، أيا كانوا في بقاع الأرض، متفقين على حق العودة، متفقين على أن العدو الوحيد لهم هو إسرائيل وأبناء صهيون، وما دون العالم بعد ذلك هم ليسوا أعداء للشعب الفلسطيني، وكان شعب واحد وقضيته واحدة.
نعم. جاءت يعني حركة حماس يكن لها احترام في جانب المقاومة، ولكن جاء الحديث عن أعلام جديدة، جاء الحديث عن توحيد في ظل ضعف، في ظل انهيار اقتصادي أصلا، جاء الحديث بعد ذلك عن التكفير، ولا يصلح الله ما في قوم حتى يصلحوا ما بأنفسهم، فشرع قتلي وقتلك من باب أن قتلي وقتلك هو من سيمهد الطريق لتحرير القدس وفلسطين. وانقسم الشعب الفلسطيني إلى شعبين، وكما يقال ضاعت القضية. هذا الفيروس انتشر إلى الوطن العربي. كيف تمكنوا في سنوات في وقت بسيط من إحداث كل هذه البلبلة بشكل عميق في أوطاننا العربية؟ سؤال مهم، بس أنا كنت ذكرت من شوية اللي هو الحوار مع الحوثي الذي يتخذ شعارا دينيا عن دور إيران. تحدثت عن دور إيران. قال لي يا دكتور لا تتحدث عن شعار، تحدث عن السلوك. قلت له وما السلوك الذي يمارسه الحوثيين في الشارع؟ فقال نحن نرفع لافتات مكتوب عليها تحرير القدس. قلت له وهل تحرر القدس بأن تقتل يمني مثلك؟ نعم. يعني هو ده السؤال. ممكن في ليبيا الآن تجد المتطرفين يقتلون الليبيين بدعوى أنهم يحررون القدس. سنأتي لهم. والجماعات الإرهابية في مصر يقتلون المصريين في سبيل أنهم يحررون القدس. هي القضية، هي الفكرة أنه استطاعوا إفقار الشعب العربي وتهميش العقل العربي هذه الفترات الطويلة فيما أكثر من 60 سنة ماضية. أنظمة التعليم بشكل كبير جدا مسؤول عنها الدولة. هي الأنظمة التي تم تطبيعها بشكل معين مع يعني الأنظمة أثرت. يعني نحن نريد أن نعلم. نعم. انحرفت بوصلة النضال والقتال ضد إسرائيل إلى قتال الفلسطينيين بعضهم ببعض عام 2007. هي فكرة نظرية. السلطة فتح تقول انقلاب، وحماس تقول بأنه تطهير وحسم. هذا الفيروس انتشر إلى الوطن العربي وكان قبله في لبنان. السؤال، في وقت قصير جدا أوجدوا شرخا عميقا في مجتمعاتنا العربية على صعيد ليبيا 4 سنوات. نعم. وانظر كيف هي الأوضاع في ليبيا وأوضاع سوريا والعراق مبنية من 10 سنوات وأكثر من 20 عام. طب اليمن وما يهدد بلداننا اليوم، مصر مهددة، سيناء، عصابات. كيف أحدثوا ذلك في وقت قصير؟ يعني كيف دخلت المافيا إلى مساجدنا وعقولنا؟ واصل السؤال. بص يا أستاذ خالد، أنا عايز أقول لحضرتك إنه ده مش وقت قصير، ده ما حدث خلال 4 سنوات الماضية من ثورات ما يسمى بالربيع العربي، أو ما أطلق عليه أنا شخصيا أكذوبة الربيع العربي، هو نتاج لسنوات طويلة جدا من الإعداد. هذه الدول تستغرق من الإعداد أو قهر الإعداد بشكل معين، إعداد أنظمة مستبدة أحدثت هوة كبيرة جدا بين هذه الأنظمة وبين الشعوب، تربية العقول الشابة على كراهية إلى تفتيت وشقاق داخل الصف العربي، أنه الإسلام نفسه في المنطقة العربية أصبح كل يوم ليس فقط كما كنا شيعة وسنة، يا ريت الأمر كان يتوقف على ذلك، ولكن السنة نفسهم انقسموا إلى قاعدة وإلى جماعات إسلامية وإلى سلفية وإلى جند الله حزب الله وكلهم لا يوحدون الله ويقاتلون بعضهم، يوحدون الله بل يقاتلون أنفسهم من أجل الله، وبالرغم أنهم أبناء طائفة واحدة. فهي القضيب أنها نجحوا فكرة نظرية عش الجبابير التي بنتها ونظرت لها إسرائيل مع بريطانيا في آخر التسعينات من القرن السابق. نظرية عش الجبابير دي بتقول أنه إسرائيل تريد أن تحافظ على أمنها القومي، كل هذه الدول تريد أن تحافظ على الأمن القومي لإسرائيل. ليه بقى؟ لأن إسرائيل تسيطر على رأس المال والسياسة في هذه الدول، وبالتالي أن لا يستطيع أوباما نفسه أن يتخذ قرارا. خلصنا من الفكر ونزلنا للاقتصاد. هم بيسيطروا من خلال الاقتصاد. هو الاقتصاد أنت الاقتصاد يتحكم في الفكر. إذا أنت هل تجد مثلا إرهابا في فرنسا؟ هل تجد إرهابا في ماليزيا؟ هل تجد إرهابا في قطر نفسها؟ الدول الأغنى اقتصاديا هي اللي توجد فيها جماعات إرهابية. الجماعات الإرهابية موجودة في أكثر الدول فقط. هتلاقيها في ليبيا، هتلاقيها في مصر، هتلاقيها في اليمن، هتلاقيها في سوريا، هتلاقيها في العراق، ودي وفقا لمؤشرات التنمية الاقتصادية أكثر البلدان فقرا. أكثر هتلاقيها في الصومال،
هتلاقيها في السودان، هتلاقيها في الدول الفقيرة. لكن الدول المتقدمة اقتصاديا ذات المستوى المعيشي المناسب التي تطبق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية الموجودة، التي لا يوجد فيها إجرام سلطات، لا يوجد فيها إجرام سلطات. السلطات تحقق العدالة الاجتماعية، فيها تداول سلطة. لكن حقيقة ما يحدث في الشارع ليس هناك. نعم. هل يعني لو تحدثنا عن الشارع العربي المصري، هل ساهمت في الماضي السلطات أو هل يعني مارست السلطات إجرام السلطات؟ بشكل معين، أنه ما حدث خلال ال60 سنة الماضية كان إجراما للسلطة، وأن حتى النظام المصري لم يتعامل جيدا مع جماعة الإخوان المسلمين، ولم يمتلك حنكة التعامل كما تعامل مع الملك المغربي ولا يتعامل مع الملك الأردني. هي الفكرة أنه تعامل بأساليب قمعية شديدة. كلام مهم. طب بغير الفقر طبعا، إفقار هذه الشعوب. كلام مهم ما حدث في رابعة. نعم. إجرام سلطات أم شيء أرغمت وأجبرت السلطات عليه؟ أجبرت السلطات عليه لأن هناك جماعة تريد أن تفكك الوطن، ولا بد أن تستخدم الدولة أقصى معايير القوة في الرد. طب هناك مدنيين ومسلحين. كان في رابعة كان مدنيين. نعم. وناس مدنيين من الشعب، وهؤلاء مسلحين داخل ميدان رابعة، وهنالك مسلحين فعلا. نعم، هنالك أيضا مسلحين. يعني كيف كان يمكن أن يدار هذا الموضوع بدون أن يكون مثلا هنالك جانب؟ أولا الشخص الوحيد الذي له حق استخدام القوة والقتل نعم. في العالم هو رجل الشرطة ورجل الجيش. الوحيد الذي خول له السلطات الإلهية والقوانين الإنسانية أن يستخدم القتل هو الجيش أو الشرطة. مات استخدامه إذا كان يهدد الاستقرار العام للناس. رجل شرطي متطرف في أمريكا قتل شابا. نعم، أسرة كاملة. نعم، وأسرة كاملة، وانتفض الأمريكيون، هبوا ضد الشرطة الأمريكية التي لأن هذه الأسرة كانت مسالمة هو فقط لأمور لأفكار غريبة في ذهنه، ربما يكون معتل نفسيا. لكن ما حدث في أمريكا ليس ظاهرة، لكن الذي يحدث في المنطقة العربية ظواهر إجرامية أنها موجود. لابد أن نفرق ما بين حادثة فردية حدثت في أمريكا، فرد معتل نفسيا أو لديه أفكار غريبة قتل لأنه لدينا لكنك في مصر وفي الدول العربية تقتل كل يوم بدون أن تجد من الأسباب. كلام مهم تحديدا في مصر تقتل كل يوم. اليوم دخلت المافيا إلى مساجدنا، إلى بيوتنا، المافيا العالمية المجرمة التي تصنع الموت والقتل. ورأينا صنعت ما صنعته في بلداننا. في فلسطين الفلسطينيين قتلوا بعضهم البعض، والإسرائيليين كانوا يستجموا على البحر. في مصر حدث ما حدث، الشعب اعتدى على الشرطة وعلى الأمن، وأيضا الأمن رد على الشعب، وأصبحت هنالك فجوة. المافيا حققت ما تريد وصنعت الفجوة بين الشعب. بعد الفاصل نريد فقط أن نحصل على إجابة كيف يمكن أن نسامح بعضنا البعض، وكيف يمكن أن ننسى أحقادنا التي صنعتها المافيا، وكيف يمكن أن أغفر ثأري إن كنت قتلت أبي أو ابني لأجل الوطن ولأجل الله ولأجل الإسلام. ونعلم مشاهدينا الكرام كرم الله عز وجل عندما يعفو الإنسان، ولكن كيف نصل إلى هذا المستوى، مستوى العفو والتسامح، ونحن شعوب أصبحت مبدعة في الانتقام والثأر والذبح من بعضها البعض وبلا هدف. ابقوا معنا. مركز البحوث والاستشارات جامعة بنغازي. ينظم مركز البحوث والاستشارات جامعة بنغازي فرصة للتعرف على آراء بعض الليبيين حول التصورات المبدئية للجان النوعية لفصول الدستور.
الأعمال التي أنجزتها هذه اللجان وأعلنت عنها عبر موقع الهيئة التأسيسية ليست نهائية، ويهم الهيئة أن تطلع على آراء الليبيين في موادها المقترحة للمشاركة إلكترونيا عن طريق موقع المركز. رغم كل الصعاب والمخاطر والعقبات، أصر سراج المجبري على نقل الحدث، وكان دائما يقف جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش الوطني في كافة الجبهات والمحاور. هذا أخوي وسيم بطل الفارس اللي انصاب. إن شاء الله ربي يعطيك الصحة. إلا مسألة وقت وليفهم مسألة وقت. اليوم من كان ينقل لنا الحدث لحظة بلحظة فور وقوعه وحدوثه من قلب الحدث، لم يجد اليوم من ينقل لنا أحواله وما هو مصيره. بالعمل، بالاتحاد، بالتكاتف، بالترابط، تنهض ليبيا. ليبيا أولاً، على الموعد دائماً. ليبيا أولاً. مستمعينا الكرام، موجز الأنباء من ليبيا أولاً FM، أهلا بكم. رئيس الحكومة عبد الله الثني يزور أحد المدارس في مدينة البيضاء للاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية ومدى تجاوب الطلبة مع الأسئلة. رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني يجتمع بمدينة البيضاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن منطقة ورشفانة وعدد من الوزراء والخبراء المختصين وأعضاء المجلس الاجتماعي بالمنطقة. حكومة الثني تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالإسراع في رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني ودعم الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب، خاصة مع تنامي الجرائم المروعة لعصابة داعش التكفيرية في البلاد. مصرف ليبيا المركزي يشرع في إحالة أذونات الصرف الخاصة بمنح الطلبة الدارسين في الخارج كما وردت من وزارة المالية. القوات المسلحة الليبية النظامية تحتفل بمعسكر الوحدة العربية في بلدية القبة بتخرج دفعة جديدة من منتسبيها بحضور مدير إدارة التدريب بالمنطقة العسكرية الجبل الأخضر العقيد سالم رحيل والعقيد سعد عقوب آمر محور عين مارا. مرور 11 يوما على اختطاف مراسل قناة ليبيا أولا الزميل سراج المجبري من منطقة سيدي حسين ببنغازي. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن بدء الجولة القادمة لجلسات الحوار السياسي الليبي في الصخيرات المغربية غدا الاثنين. إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة يقول في تغريدة على تويتر أن وثيقة الصخيرات القادمة قد لا تعجب المتحاورين ولا متصدري المشهد السياسي في الطرفين، ولكنها من المؤكد في مصلحة كل الليبيين وطوق النجاة الوحيد لهم. أطراف ليبية في الحوار الوطني تعلن عن تلقيها دعوة لحضور اجتماع برلين الذي سيحضره وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي برعاية أممية. قسم البحث الجنائي في مدينة بنغازي يعلن القبض على طلال محمد علي الجازوي أحد المتهمين بالاشتراك في عملية خطف السفير الأردني فواز العيطان.
رئيس لجنة الأزمة ببنغازي عبد الرحيم الرابحي يصف وضع النازحين في بنغازي بالكارثي ويحذر من عواقب وخيمة في حالة استمرار هذه الأوضاع. تنظيم داعش التكفيري يوسع رقعة سيطرته في البلاد مقتربا من منطقة الهلال النفطي بعد سقوط مدينة سرت والسيطرة على ميناء هراوة. السلطات الإيطالية تعلن عن إنقاذ أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، وتبحث عن 5 قوارب صيد تقل مهاجرين آخرين. وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق القائم بين مصر والجزائر حول الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدعم تسوية السلمية ومحاربة التنظيمات الإرهابية. دمتم ودامت ليبيا في رعاية الله وأمنه، ونلتقي على رأس الساعة. من جديد أرحب بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونحن اليوم في هذه الحلقة والتغطية المباشرة نتابع تمدد المافيا، نتابع صناعة العصابات كيف يتم، ومن هم المتحكمون في هذه المافيا، دول أم أفراد يتحكمون في الفكر من خلال الإعلام وبعض الوسائل الأخرى، يتحكمون في الاقتصاد ونموه وضعفه في بلدان عن أخرى. أيضا من الأسباب التي تقود نحو الإجرام ونحو التوجه للعصابات والمافيات هو إجرام السلطات. بكل الأحوال تكونت المافيات في أوطاننا العربية بأسماء مختلفة، وشق الصف العربي صف الشعب، وهو أخطر مرحلة من مراحل الحروب، وهي استهداف الشعب بالكامل وفسخ الرأي العام، كما حدث في كثير من الأوطان نتج عنه تقسيم بلداننا. نتابع ما يحدث في سوريا، وأيضا نتابع ما يحدث في فلسطين قبلها، ونتابع ما يحدث اليوم في العراق، وها هي ليبيا يراد أن تقسم، ومصر يراد أن يعلن دولة سيناء أو ولاية سيناء، وبإذن الله لن تكون. ولكن السؤال لضيفنا الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم: نجحت المافيا في الانتشار، كيف ننجح نحن في إعادة الإعمار في نفوس أبنائنا، أبناء شعوبنا، الشعوب العربية المحترمة التي انتهكت المافيا خصوصيتها وجعلتها في صراع مع السلطات؟ هي أنا مش عايز أقول إنه نجحت في انتشار المافيا، زي ما قلت إن المافيا دي عصابة، وبالتالي إنها عصابة مهنة بتمارس. يعني داعش مافيا؟ لا داعش طبعا مافيا. ما حدث في مصر مافيا، هي مافيا، أفعال مافيا. هي مافيا لأنها تنظيم معين له أهداف وله رأس وله ذاير ولديه وظيفة يمارس مهام معينة، يعني هو عارف هو عايز إيه، وبالتالي ما أقدرش أقول إن المافيا فكر، لكن الإرهاب ربما يكون بشكل معين فكر، ونحن ليست قضيتنا المافيا ولكن قضيتنا الإرهاب، أنه ما حدث في المنطقة العربية. يعني هنالك فصل بين المافيا والإرهاب أو طبعا ارتباط. المافيا تستخدم الإرهاب في تحقيق أهدافها. يعني الإرهاب من أدوات المافيا. الإرهاب من أدوات المافيا طبعا. يعني داعش من أدوات المافيا. هي داعش مافيا، لأن هي عصابة، يعني مافيا يعني أنا عصابة. كلمة مافيا يعني عصابة، هي عصابة بتحقق أهداف معينة باستخدام العنف. طب ما هي أي جماعة معينة بتمارس العنف من أجل تحقيق أهداف هي اسمها مافيا، إذا كانت أهداف غير مشروعة، يعني لا تمارس إلى الصالح. يعني لا توجد يعني مافيا معينة مسؤولة عن انتشار المافيا في العالم، أي عصابة تتكون هي مافيا. هي الآن أصبح المافيا في مافيا. يعني هل يوجد مرجعية للمافيا مثلا؟ في مرجعية للمافيا موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومرتبطة بالبيت الأبيض، ومرتبطة في السياسة، ولديها أعضاء، وأعتقد أن حتى الأفلام السينمائية الكبيرة بدأت تحاكي في السنوات الأخيرة. طب يعني اليوم نرى فجر ليبيا في الحكومة أو كانت في الحكومة ولديها أعضاء، والآن في سيناء أنفسها ضباط جيش انشقوا، وبالتالي انضموا إلى الجماعات الإرهابية وبدأوا يقودوا تنظيمات معينة، وبالتالي هو كان موجود داخل الجيش
قبل ذلك هو تنظيم معين، والذي قتل الرئيس السابق أنور السادات هم أعضاء كانوا داخل الجيش المصري، خالد إسلام بولي، وكان كلهم كانوا أعضاء في الجيش المصري، ومع ذلك كانوا ينتموا إلى تنظيم خارج الجيش المصري، تنظيم. وبالتالي الجيش المصري وفكرة الاختراق، فكرة الاختراق استطاعت العصابات المافيا العالمية أن تخترق السلطات في هذه الدول وتجند ما بها عن طريق المال. هي فكرة استخدام الاقتصاد، هي المال، هو المال. وبالتالي زي ما أنا قلت قبل كده إن أكثر الشعوب فقرا هي الأكثر استمالة والأقرب للرأي. كي لا يضيع السؤال، يعني الجيش المصري، الجيش العربي المصري صنع انتصار على إسرائيل، نعم. انتصار تاريخي لا يمكن نكرانه، نعم. رغم أن وسائل الإعلام وللأسف الشديد بعض المثقفين والأكاديميين التابعين للإخوان نشروا لنا بأن هذه العوبة مارسوها في المنطقة لاحتلال إسرائيل، ولم يقولوا بأنها سد ضد الحلم الصهيوني من النيل إلى الفرات، وكفروا الجيش كما يكفرون اليوم الجيش الليبي والفريق خليفة بن قاسم حفتر وأيضا رئيس الأركان عبد الرازق الناظوري، وصنعوا فجوة كبيرة بين الشعب. أنتم اليوم، أنت دكتور صلاح، لو جئت لتقدم مبادرة لتضميد جراح الشعب، لتوحيد الشعب من جديد، لمحو أسماء فلول نظام سابق، سلطة، فتحاوي، أزلام، طحالب، زملكاوي، أهلاوي، أسماء تعددت في الوطن العربي، سني، شيعي، تعددت الأسماء التي تساهم في تقسيم المجتمعات. كيف يمكنك أن تطبب هذه الجراح؟ اولا انا عايز اقول انه برضو السبب في هذا التفكير كان السلطه بشكل معين التي سمحت بوجود هذه الجماعات ان تعلن عن نفسها، يعني حتى ما بعد الثورات. اولا هذه المصطلحات ليست عربيه، يعني الربيع العربي، ألم ندعو الربيع العربي ليس مصطلحا عربيا، تمام، هو اكذوبه امريكيه قالوا بانها الربيع العربي، هي ليست ربيع وانما دمرت الشعوب العربيه وارجعت بها الى سنوات طويله جدا. فكره المثقفين غير الوطنيين، وأن هذه النخبة الحقيقية التي حدثت في المنطقة العربية هم الذين أتوا بهذه الأسماء وفرقوا أن ذلك فلولا وأن ذلك حزب الكنبة وأن ذلك مشتبه إيه. هؤلاء هم الذين أتوا بهذه المصطلحات وعملوا لها توصيفا كبيرا. وإذا رجعت إلى هذه المرجعيات زي فكرة الطابور الخامس، هي فكرة أساسا أجنبية جابوها ثم طبقوها إلى الفكرة العربية. هؤلاء المثقفين أتوا بهذه المصطلحات التي استخدموها من خلال قوى معينة تمول هذه الأفكار الخبيثة التي تفكك الشارع العربي. فكرة السلطة لعبت دور كبير جدا عندما سمحت، يعني الذين سمحوا بتفتيت الإسلام إلى الشيعة وإلى السنة في البداية هي السلطة التي سمحت بوجود ذلك. إلى ذلك السلطة هي من قسمت الإسلام، هي التي سمحت بوجود هذه الفئات أن تعلن عن نفسها. نعم. يعني ربما يعني لا تجد مثلا إنه في مصر كان في بداية الثورة أن المجلس العسكري أو غيره سمح بأن ذلك أن يكون فلولا، سمح بتداول المصطلح، وبالتالي من الذي سمح؟ السلطة. كيف؟ إذا كانت تسمح أن يتم الإعلان وأن يستخدم الإعلام هذه المصطلحات، إنما الذي يستخدم هو الإعلام. نعم. هو الإعلام، وبالتالي رأس المال الممول. اليوم الإعلام حر، يعني لم يعد تابع لحكومات، لحر، مؤسسات حرة. لا، هو إعلام ممول لديه أجندات، هو إعلام ممول له أجندات، كل قناة موجودة لديها أهداف. لا تقل لي أهداف اقتصادية، لأن الإعلام وفقا للمعطيات والإعلام يخسر. ليبيا أولا من أهدافها أن يكون هنالك في ليبيا قانون، دولة، مؤسسات، جيش، شرطة، وهذه أهداف مشروعة، ولكن في نفس الوقت لا تتبع للسلطة. نحن نقول أن هناك إعلاما وطنيا معين، بعض رجال الأعمال الذين يستثمرون أموالهم في بناء هذه الأوطان. نعم. هناك موجود، ربما تكون ليبيا أولا إحدى هذه القنوات، لا أعرف، ولكن لا نستطيع أن نشكك، لا نستطيع أن نشكك، ولكن كيف أحكم على هذه القناة من جملة ما تقدمه من برامج؟ هل برامج تؤدي إلى لحمة الشعب الليبي، تؤدي إلى قوة الجيش والحفاظ على هيبة الدولة، إعادة الاستقرار؟ أي إعلام في تصوري الآن يؤدي إلى دعم الجيوش هو إعلاما وطني. ليه؟ نعم. لأنه البلدان العربية الآن في حالة سقوط، وأن الجيوش لحظة واحدة، أن الجيوش هي التي تحمي الدول من السقوط. فأي إعلام يدعم هذه الجيوش ويحافظ على استقرار هذه البلدان على حدودها على بنائها هو إعلام وطني. أما الإعلام الذي يهاجم الجيوش ويؤدي إلى تفتيت الوحدة هو إعلام غير وطني. أنا عايز بس أقدم المشاهد أقول له كيف تحكم على إعلام وطني والإعلام غير وطني. قبل ذلك اسمح لي فقط، نحن نذكر هنا اليوم
بأن مراسلنا الزميل سراج المجبري لازال مختطفا دكتور صلاح، وهو من المراسلين الذين كانوا ينقلون ما يدور في ليبيا وفي بنغازي ويرصدون أحوال الجيش وأحوال الناس. وهنا أيضا ندعو الله عز وجل أن يفك من أسره. وأيضا هنا يعني اختطاف الإعلاميين هل يصب أيضا في أعمال مدروسة وممنهجة وتكتيكية للمافيا وللعصابات؟ هو ترعيب الإعلاميين حتى لا ينقلوا الحقائق. احنا بس يا أستاذ خالد عايزين من خلال هذا البرنامج أن نقدم للمواطن العادي الذي لا يستطيع أن يميز بين الوطني وغير الوطني، ونقول له المسألة واضحة جدا. إعلام يدعم الجيش ليس ابن لطبقة معينة ولا فئة معينة، هو ابن لأبناء المجتمع الليبي جميعا، وبالتالي وظيفته الحقيقية والحفاظ على ليبيا من السقوط. أي جماعة أخرى تهاجم الجيش الليبي أو تهاجم الجيش المصري أو تهاجم الجيش أي جيش، الجيوش وظيفتها هي حماية الدول من السقوط، فحافظوا على هذه الجيوش. هنا سؤال نعم. كيف نحافظ على الجيش الليبي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة تفرض البند السابع وحظر التسلح على الجيش الليبي، ولا نملك قرارا عربيا بتسليح جيشنا وإمداده بالطائرة والذخيرة والدبابات، وجنودنا يعانون يعني يصابون ويشكو من قلة الضمادات، يخوضون المعارك العنيفة وبعد ذلك تنفذ الذخيرة، وفي نفس الوقت المجتمع الدولي يحاصر الجيش الليبي ويسعى لألا يكون الجيش الليبي جيشا بل يصفه بأنه ميليشيات، ولكن هنالك رجال في ليبيا وأن أمريكا نفسها تبتعد عن المشهد الليبي وتتنحى يعني دون عن باقي الدول عن الدول. نحن العرب كيف يمكن نريد اليوم أن نعزز قدرات الجيش الليبي فورا وبسرعة كيف يمكن؟ لدينا طريقين أساسيين، وهما الطريق الأول هو لن تنجح ليبيا في الاستقرار إلا أن يكون هناك توحد ولحمة حقيقية بين الشعب الليبي وما بين الجيش. الآن شيوخ القبائل لابد أن يتفقوا هذا مسألته هذه وسيلة مصلحة ليبيا. حضرتك القناة ليبيا أولا، لابد أن يعلم الجميع أن ليبيا أولا. الأكبر بقى دي الاستراتيجية على المستوى الأدنى. على المستوى الأعلى لابد أن يكون هناك اتحاد فيدرالي عربي، وأن هناك اتفاقية دفاع مشترك ما بين الدول العربية، وأن يكون هناك استراتيجية لمواجهة الإرهاب. نعم. نحن لسنا بحاجة إلى أمريكا حتى تسلح الجيش ولا روسيا. نحن إذا اتحدنا وكونا اتحاد فيدرالي عربي واستراتيجية الدفاع المشترك لسنا بحاجة إلى دول الغرب. أزيدك من البيت شعرا أننا في قناة ليبيا أولا وبرنامج التغطية المباشرة الذي يأتي في 7 هو وعلى لسان اللواء رضا يعقوب قائد ومؤسس وحدة مكافحة الإرهاب كان المنادي الأول من هنا من هذا الاستوديو لاجتماع رئاسات أركان الجيوش العربية، وبفضل الله عز وجل كانت هنالك آذان صاغية وكانت هنالك أفعال سريعة جدا من الرئيس المصري بهذا الموضوع، وكان الاجتماع عقد في الإسكندرية على ما أتذكر، وبعد ذلك توالت الاجتماعات بأمره، وبحمد الله حدث هذا الاجتماع الذي لم يكن إلا قبل حرب أكتوبر. السؤال سيدي، في ظل وجود جيش بعد ذلك لو فرضنا أن قوامه 1,000,000 مقاتل كوماندوز، هذا حل عسكري. الحل المدني في المجتمعات التي انشقت كيف يكون؟ كيف نحدثه؟ آلية التسامح التي غابت من خلال ثقافة عززت في المساجد من خلال الدين والخطباء بأن هنالك أناس صالحين وأناس صالحين، الجيش كافر اقتلوه وأنتم لكم الجنة والحور العين. هذه الثقافة ستمتد إلى عشرات السنين، ستتمزق شعوبنا، سنذبح واحدا تلو الآخر. كيف يمكن أن تعالج هذه القضية دكتور؟ لدينا طريقين أيضا. الطريق الأول مرتبط طبعا بالتعليم، الطريق الأول مرتبط بالاقتصاد والتنمية الحقيقية بتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية. يعني إنه مسألة القضاء على الفقر، لأنه الفقر شر يهدد استقرار الشعوب العربية ولا بد من القضاء عليه، وأن هذه الدول الأجنبية المتأمرة على الشرق الأوسط والمنطقة العربية لن تستطيع أن تهزم الدول العربية إلا من خلال الاقتصاد. نحن دولة لديها نفط، دولة ما عندها جيش، لديها بشر قبل لابد أن يندمجوا، لابد أن يتكاملا. لدينا بشر قبل لابد أن يتكاملوا بشكل معين لإنقاذ، لأنه ما يحدث في ليبيا يؤثر على مصر والعكس صحيح، وربما يؤثر على اليمن. هي فكرة
فكرة أن رؤساء الأنظمة السياسية، الحكام، الجيوش العربية، أن قادة هذه الدول لابد أن يتفقوا على سياسة واحدة. أعتقد نحن كشعوب ليس لدينا مشكلة. الشعب الليبي مع الشعب المصري مثلا مع الشعب اليمني ليس هناك مشكلة. المشكلات الحقيقية الموجودة في الدول العربية هي مشكلات أنظمة حاكمة وليست مشكلة شعوب. نحن فكرة أن الشعوب لديها رغبة حقيقية في إحداث هذا التكامل ربما يقرب المسافات. أنا أتصور لابد أن تبني خطط وبرامج تنموية سريعة جدا في المجتمع الليبي والمجتمع المصري وتحقيق العدالة. دكتور، تم تبني هذه الخطط والقضاء على البطالة التي وصلت إلى 50% في الشباب في ليبيا. نتفاجأ أنت تقول بأنه يجب على الرؤساء العرب يأمرون رؤساء أركانهم بالاجتماع لتشكيل قوة وفق لعدة نقاط. ليس كلهم اتفقوا على ذلك. عندك حدث من تحديات. هذه هنا النقطة. عند تحديات شيء والخيانة شيء آخر. خيانة ربما تسميها خيانة. يعني ما حدث بين قطر وما بين تركيا موقف قطر وهي اتفاقية أنقرة الدوحة للدفاع المشترك وتبادل الجنود والأسلحة ما بينهم في نفس التوقيت الذي دعت فيه ليبيا ودعا فيه سيد فتاح السيسي لمقابلة الملك سلمان في السعودية. في نفس التوقيت وجد أردوغان هناك لدعوة للتحالف السعودي التركي من أجل اتفاق مشترك. ثم يطلب الملك سلمان من الرئيس القطري بأن يدخل في استراتيجية الدفاع المشترك، ثم يقول له أعطيني مهلة للتفكير. ثاني يوم بالضبط يفاجأ الإعلام بأن هناك اتفاقية للدفاع المشترك ما بين قطر وما بين تركيا، وتركيا دولة غير عربية. دي أول نقطة. هذه خيانة. ما حدث ما بين اتفاقية بين تركيا وإسرائيل أيضا. هذه اتفاقية قديمة. أنا أقول كمان الاتفاق الذي حدث بعد ذلك ما بين الملك الأردني وما بين إسرائيل، اتفاقية الأمن المائي التي حدثت الأزمة المالية. فأنت الآن في نفس التوقيت الذي تدعو فيه إلى توحد عربي مشترك أن هناك بعض الدول العربية وبعض زعماء الدول ينشقوا. السؤال: هل الشعوب العربية راضية بشكل كبير عما تفعله القيادات العربية؟ الإجابة لا. يبقى إذن الرهان الآن لابد أن يكون على الشعوب، ولابد أن تعلم الأنظمة الجديدة والحديثة أن الشعوب لن ترضى بذلك، وأن الشعوب العربية لديها رغبة حقيقية في التعاون لأن العدو واحد. إذا كان هناك عدوا استراتيجي إسرائيل فالشعوب تقر ذلك، ولابد أن الأنظمة تقتنع بذلك. إذا كان الإرهاب عدو على الأنظمة فهو عدو على الشعوب، ولن تستطيع هذه الأنظمة أن تهزم الإرهاب إلا من خلال الشعوب. وبالتالي لابد أن نقرب المسافة ما بين إرادة الحكومات وإرادة الشعوب. كيف تقرب المسافة بين إرادة الحكومات وإرادة الشعوب؟ وما الذي تقرأه بين السطور في التالي؟ يعني عندما نتحدث عن تقريب وجهات النظر نتفاجأ بدور المافيا أو دول. الخبر هنا يقول بأن نائب وزير الشؤون الخارجية القطري المكلف بالتعاون الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم كشف أن زيارة له للجزائر تهدف للتنسيق لحلحلة الأزمة الليبية. دور قطر والجزائر دور معارض لتسليح الجيش الوطني الليبي، ووصف بأنه دور خائن. بن جاسم صرح خلال استقباله من طرف وزير الدولة الجزائري ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة بالجزائر العاصمة بأن هناك اتفاق تام في وجهات النظر بين الجزائر وقطر، كلاهما يدعم داعش وفجر ليبيا، فيما يخص الملف الليبي الذي يوجد في مفترق طرق صنعته هذا المفترق قطر ورصفته تركيا وداس عليه وانتهجه طريق الليبيين وأصبح مفترق طرق، ووجب التنسيق مع الأشقاء في الجزائر. لماذا تذهب قطر للتنسيق مع الجزائر في هذا الإطار؟ وما هذا التدخل السافر عندما يأتي وزير الشؤون الخارجية القطري للجزائر لا يتحدث لا عن أمر قطر ولا عن أمر الجزائر، يتحدث عن أمر ليبيا التي صنع فيها قاعدة معتيقة وميليشيات وعصابات مولة. الآن أصبح الأمر مفتوحا الجفرة. كيف يمكن أن نقرب وجهات النظر بين السلطات وبين الشعب في ظل وجود هذا الدور لا أقول مافيا ولكن أقول هذا الدور الدولي المشبوه، وما الذي تقرأه بين السطور؟
أنا بس عايز أقول إن قطر تمارس دور العسكري الأخطر في المنطقة العربية. عسكري وهي ليس لديها جيش. ليس لديها جيش. العسكري الأخضر هو الموكول ولا ينفذ أمر، هو فقط ينفذ أمر. هو فقط ينفذ أمرا ويتناقل بين هذه الدول لتنفيذ أجندات معينة. ولعل يعني تاريخ قطر يحفل بذلك. يمكن المصالحة التي حدثت بين إسرائيل واستخدمت قطر للمصالحة بين دول الخليج التي أعلنت القطيعة في بداية إسرائيل كانت صاحبة أول مكتب لإسرائيل، أليس أول مكتب في مكتب لإسرائيل في الدوحة يعني. نعم. أول مكتب في طبعا بورصة الغاز الطبيعي موجودة في قطر حتى الآن، وحتى بعد تفجير خط الغاز الذي حدث، خط الغاز المصري الإسرائيلي، قطر على طول باعت عرضت سعر الغاز بأقل بكثير جدا من السعر المصري، وانقذت إسرائيل من أزمة موجودة. هي فكرة أن قطر ودورها الخائن ودورها العميق في المنطقة العربية موجود، لكن القضية أنه نحن لا نستطيع، ليبيا لا تستطيع كما قلت أن لا تستطيع أن تواجه الإرهاب وحدها، لابد أن نعلم ذلك، ولا العالم. هي لا تستطيع أن تحاربه إلا بدول الجوار، يعني بشكل معين. الرئيس المصري، بس عايز أكمل النقطة دي، أنه أنت على الجوار، أنت عندك تشاد في الجنوب، وعندك الجزائر، وعندك مصر. أنت لا تستطيع أن تؤمن حدود الإرهاب إلا من خلال الجنوب، ومن خلال الغرب، ومن خلال الشرق. مصر معك قلبا وقالبا، لأن الإرهاب قاسم مشترك بين الاثنين. طيب الجزائر الآن لابد أن تؤمن الجانب الجزائري. قطر فشلت بشكل كبير جدا في التعامل مع الملف المصري، فذهبت إلى الجزائر لتجعل هناك ملفا مفتوحا كبيرا للإرهاب. وأنه كما الآن فتحت ثغرة على طريق البحر من خلال سرت وإمداد بالأسلحة، ولعل التقارير قالت أن معظم السيارات حتى التي تنفذ بها داعش عمليات إرهابية عن طريق قطر. يعني هي طيارات قطرية، وتم تدريب هؤلاء العناصر في قطر، وأثبتت ذلك حتى الاستخبارات، حتى البرلمان. رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني قال لديفيد كاميرون لابد أن تكف قطر عن الجري مع الأرانب أو الصيد مع الكلاب، وأن العلاقة بريطانيا مع قطر، لأن قطر أكثر الجري مع الأرانب والصيد مع الكلاب. وهو قال هو ضغط على ديفيد كاميرون وأحرجه، وقال لابد أن تكف بريطانيا عن اللعب مع قطر، لأن قطر تمارس دور إرهاب في المنطقة، وأن علاقاتنا مع قطر يؤكد على أننا نمارس دور إرهاب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن قطر فيها أكبر تجارة لتجارة الأسلحة البريطانية في الشرق الأوسط موجودة في قطر، فهي في تعاملات اقتصادية. هذا الهدف، الاقتصاد، تجارة السلاح في تجارة الأسلحة هي أكبر تجارة للأسلحة في بريطانيا موجود في قطر، وبالتالي قطر تستطيع أن تبيع بشكل كبير جدا الأسلحة البريطانية وتوزيعها على عناصر. السؤال، إلى من تبيع قطر الأسلحة؟ هي بتستخدم ملايين الدولارات سنويا بشراء الأسلحة البريطانية، حوالي من 500 سنويا، حوالي 500 ألف جنيه استرليني حجم تجارة الأسلحة في قطر. طيب أين يتم تصنيف هذه الأسلحة؟ إلى من تباع هذه الأسلحة؟ ودولة كلها احنا بنسميها في مصر كشك، وما عندهاش جيش، وما عندهاش حروب مع الدول الجوار. أين يتم تصريف هذه الأسلحة بشكل كبير؟ لابد أن تحاسب قطر دوليا. أين يتم تصريف هذه الأسلحة؟ ولماذا هذا الإنفاق الكبير جدا بالرغم من الاتفاقيات العسكرية اللي موجودة بين قطر وبين إسرائيل وبين بريطانيا وبين تركيا؟ كلام مهم. أرجوك دكتور، يعني الوقت يدهمنا، نريد إجابة مباشرة وواضحة على الأسئلة. يعني فعلا هو أكثر من سؤال. نعم اتفضل. لأننا نبحث عن الفهم. يعني تهاجمون قطر. نعم. وإسرائيل دمرت جنوب لبنان في تموز 2006، وقطر عادت ببناء جنوب لبنان. نعم. يعني هي لقطر دور إيجابي في لبنان وبدون أي مكاسب. قيس أمريكا ما برضه هدمت العراق وما زالت تعود ببناء العراق، مفيش مشكلة خالص. يعني هذه استراتيجية، إسرائيل تجرح وقطر تطبطب. هم ينقسمون، هم من الداخل لديهم أجندات. هذه الأجندة كلام مهم. تجميل الوجه. عذرا على المقاطعة المستمرة، ولكن دقائق هي المتبقية. دكتور، تقول بأن قطر تمارس الإتجار بالسلاح، وهنالك أرقام بالمليارات تتحدث عن ذلك. وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية يصرح الخميس الماضي بأنه لا بديل عن الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين. يعني لم يكن الخيار عسكري، بل كان سياسي. يتحدث عن حوار سياسي وهو يصدر السلاح.
كيف تقرأ ذلك بإيجاز؟ هنالك سؤال آخر. نعم طبعا يعني بشكل بسيط جدا نحن نتفق معه تماما أن الحوار السياسي هو الحل الأمثل والأوجه، وأن الحلول الأمنية لا تؤدي أبدا إلى نتائج ملموسة في الواقع، وأثبتت التجارب أن الحلول الأمنية لا تؤدي أبدا إلى القضاء على الإرهاب. لابد من الحلول السياسية، لكن السؤال لماذا فشلت هذه الحوارات في المغرب بين الفرقاء، وأين الدور القطري في ذلك؟ إذا كان هنا السؤال. الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم يزور الجزائر في أعقاب الجولة الأخيرة من حوار جمع زعماء وقادة أحزاب ونشطاء ليبيين في الجزائر. يعني لنفترض أن الجزائر استضافت مجموعة من المثقفين أرادوا أن يجتمعوا للمحاولة لإيجاد حل لحلحلة الأوضاع في البلاد. نجد أن قطر جاءت وأدخلت أنفها رغم الجميع وتسيطر. هي ولا تتعامل مع قيادات أو نظم. أعتقد أن قطر فشلت بشكل كبير جدا في التعامل مع رؤوس الأنظمة السياسية في البلدان العربية. هي تتعامل مع جماعات غير مرغوب فيها سواء وغير موثوق فيها، سواء من الجوانب أو من فرقاء كما استخدمت حضرتك المصطلح. نعم. أن كما حدث مثلا في الحوار الذي تم في الرياض، الحوار اليمني، أنه أتى بفصيل واحد ولم يأتي بالفصيل الآخر، أن هذه الحلول هي مضيعة للوقت لاستطالة فترة عدم الاستقرار. كلمتك الأخيرة دكتور صلاح، ماذا تقول يعني؟ أنا أدعو الأنظمة العربية بشكل كبير جدا إلى سرعة اتخاذ اتحاد فيدرالي عربي وتكامل اقتصادي. يعني ليس فقط تبني استراتيجية للدفاع العسكري المشترك، ولكن لابد من إقامة سوق عربية مشتركة وتكامل اقتصادي، لأن لا مخرج من الشعوب العربية وحده من خلال التعاون العسكري. التعاون الاقتصادي لابد أن يسبق التعاون الاقتصادي. التعاون العسكري نقول التعاون الاقتصادي لابد أن يسبق التكامل العسكري، لأنه الأزمة الحقيقية في الشعوب العربية هي أزمة مجاعات قادمة عليها هذه الشعوب. لعل ليبيا بشكل كبير جدا الدراسات تقول أن ليبيا حتما سوف قادمة على مجاعة إن لم يتم خلال الأشهر السريعة استقرار الوضع بسبب عدم وصول المواد الغذائية إلى بعض القرى والنجوع في الوسط وفي الجنوب، وأن الإرهاب يسيطر. أشكرك جزيل الشكر دكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم.